نلتقي بكم في كل الملاعب. هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته، في الصحة هيقول كلام والرياضة كمان. انتظرونا وحلقة جديدة وبرنامج صحتك في لعبتك. بنواصل رسالتنا ونواصل رحلتنا من خلال برنامج صحتك في لعبتك وشاشة قناة صحتي الفضائية، ونلتقي مع أولى فقراتنا أنا بعتبرها من الفقرات المهمة جدا في الحلقة ديت مع الكابتن هدى هداية المدير الفني لصالة الجيم واللياقة البدنية بمركز شباب عابدين. أهلا بك يا كابتن هدى. اهلا بك يا كابتن. كابتن هدى، رحلة طويلة من العطاء الرياضي والتدريب في الملاعب وفي صالات الجيم. بقالي اكتر من 15 سنه بدرب. كابتن هدى، ليه اخترتي اللياقة البدنية وتدريبات الجيم؟ انا بحب الرياضه جدا لانها اولا صحه، وثانيا بتعالج كل الامراض النفسيه والبدنيه وكل حاجه، فانا بحب جدا المهنه دي. كابتن هدى، وانت المدير الفني، معظم اللي بييجوا يتدربوا تحت ايد الكابتن هدى هل بييجوا لمساله التخسيس ولا المحافظه على الجسم ولا استشفاء؟ انا عندي كل حاجه، عندي اللي بيجي كل حاجه. عندي اللي بيجي يخسس، وعندي اللي بيجي عشان يحافظ على وزنه، وعندي كمان اللي بيكون تعبان من اي حاجه بيجي هنا بيطلع بروح يعني ممتاز يعني. شيء جميل جدا، ومن خلال شاشه قناه صحتي هناخدهم بالتدريج كده. اللي بيجي عشان يخسس كابتن هدى بتعمل معاه ايه؟ اولا بديله نظام غذائي. ايه هو بقى النظام الغذائي؟ النظام ان هو بياكل كل حاجه ويقلل من اكله. احنا بنتكلم دلوقتي عن السيدات. بالنسبه للسيدات انا بنظام غذائي ان هو بياكل كل حاجه وبيقلل من اكله، مش بيحرم نفسه من اي حاجه. يعني اللي وزنها زايد وعندها مثلا سمنه مثلا مفرطه بتاكل كل حاجه. بتاكل كل حاجه وتقلل من وزنها، مع بقى حبه حاجات ارشادات كده بنقولها لها بتعملها يعني. كل حاجه ديت باكلات مفرطه بقى مثلا بتفرط في الاكل؟ لا 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 لا، طبعا اكل عادي جدا مفيش دهون، بنزود الميه كتير جدا، الفاكهه، وفي نفس الوقت ما بتحرمش من نفسها من اي حاجه. وتبدا بقى تشتغل معاكي هنا في الجيم. احنا بنشتغل 3 مرات في الاسبوع ساعه ونص، وفعلا بيجيب نتيجه بسرعه جدا وهايله جدا. في تدريبات بقى معينه بتحرص انك تقولي لها عليها في البيت تعملها؟ انا بقول لها يعني 3 ايام تلعبي معايا و3 ايام تمشي مشي، مش رايحه البيت مش هينفع طبعا. في خلال قد ايه بينزل والوزن كام كيلو؟ هي حسب طبعا، هي اللي بتتعالج حسب اكلها وحسب هي عايزه ايه. فعلا لو مهتمه جدا بتخس بسرعه جدا، وانا مش بحب الخسان بسرعه على فكره. بتنزل 4 كيلو مثلا في الشهر، فده بيبقى افضل حاجه 4 كيلو. افضل حاجه طبعا. لو نزلت 6 7 8 كيلو في الشهر بالتالي بتطلع بسرعه لانها بتحرم نفسها من حاجات كتير جدا. وده ممكن ياثر على صحتها. طبعا. طيب نيجي للفئه الثانيه، المحافظه على الجسم، اللي بتيجي تحافظ على جسمها. كابتن هدى بتعملي معايا ايه؟ بقول لها كل اللي انت عايزاه والعبي رياضه، ما بطليش رياضه، بكده هتحافظ على جسمها. في بنات وسيدات متخوفات من مساله المحافظه على الجسم، بيقولوا هندخل جيم يبقى اذا هنربي عضلات هنبقى زي الرجاله يعني، فبرضه توضحي لهم الصوره. لا لا لا، مش بربي عضلات ولا حاجه، لان انا بلعب تمارين معينه ما بنعملش فيها عضلات. هي العضله اللي هي من الدهنه بترجع لعضله، دي حاجه طبعا، دي حاجه صحيه. بيجيني حد طبعا عنده دهون في جسمه، لما بيلعب رياضه بتتحول بقى الدهون بتتحول لعضل، بس عضل جوه الجسم مش عضل واضح يعني عليها. لا. طب الفئه الثالثه اللي هي الاستشفاء، بتشتغلي معاهم على اجهزه معينه ولا تدريبات زيهم زي بقيه الفئات؟ لا، هي بتلعب طبعا اللياقه البدنيه الصحيه اهم من الاجهزه بالنسبه لها، اللي هي مثلا اللي ممكن تكون واحده تعبانه ما تقدرش مثلا تقعد على عجله لان عندها خشونه، فدي طبعا بفضل انها تلعب معايا انا التمارين بتاعتي. طب كابتن هدى، في تمرين ممكن تشرحه لنا دلوقتي بدون اجهزه؟ ممكن لو في السيدات اللي بيتفرجوا علينا او البنات ممكن يعملوه في البيت؟ ممكن طبعا. انا في تمرين مثلا عشان بطنك، عشان واحده مثلا عندها بطن بتنام على ظهرها وبتفرد جسمها جامد جدا، وبتحاول تاخد شهيق وزفير 8 عدات او مرتين 8 عدات، وفي بتقوم وتلمس مشط رجلها، وفي حاجات كتير جدا للبطن طبعا. في البطن طبعا في تمرين وانت واقفه كده كابتن هدى ممكن نعمله؟ ممكن وانا واقفه بعمل تمارين. ممكن نشوفه كده وانت واقفه؟ وعايزه مثلا للجذع مثلا بنزل بجذعي بسيط جدا. يفيد البطن؟ ده يفيد الجذع. الجذع. بالنسبه بقى للبطن بشفط بطني خالص واحاول اضغط لتحت، ده تمرين برضو للبطن حلو قوي. كابتن هدى، اللي ما بيمارسوش رياضه تنصحيهم تقولي لهم ايه؟ لا، اقول لهم مارسوا الرياضه، الرياضه مهمه جدا، الرياضه صحه صحه صحه.
حقيقي. ممكن تشرحي لنا على اي جهاز، شوف الجهاز اللي حضرتك ممكن تشرحي لنا عليه اللي هو ممكن يعمل عمليه تخسيس او عمليه ضبط الجسم، يعني الجهاز العجل او الجهاز تخسيس. اتفضلي اتفضلي يا كابتن هدى. معانا اسماء كان وزنها طبعا اكتر من كده، فطبعا لعبت معايا رياضه بقالها كده سنه معايا ومظبطه اكلها، فهي فعلا جسمها اتظبط. ده مع البرنامج الغذائي اللي انت عامله لها؟ مع البرنامج بتاكل كل حاجه؟ بتاكل كل حاجه وجسمها بس بنسب قليله. ما بتفرطش في السمنه بالذات، السمنه يعني. فبالتالي جسمها نزل اهو، وبتيجي مثلا تلعب بقى شويه على الاجهزه، يعني ساعه الا ربع بلعب ايروبكس فعلا جد، وربع ساعه على الاجهزه. طب الجهاز ده بقى ممكن تشرحه لنا كده وتشرحيه للمشاهدين يا كابتن هدى؟ الجهاز دوت بيحرك الجسم كله. مثلا لو في اي دهون مثلا في اي مكان جانبي بيتحرك الدهون اللي في الجسم كله. ده الجهاز يعني دوت ده بيصلح للاجناب وبيصلح ايوه وكل حاجه، وممكن ظهرها ممكن دراعاتها. دي حاجه تاني. حاجه بقى لو عندي بقى اي بقى عضله شده ولا حاجه بقى برضه بقف على الجهاز بيفك. ده يعتبر جهاز استشفاء برضه من شد العضله. ايوه بالظبط كده. الجهاز ده يعني ده كويس لكل الحالات؟ ده يعني لكل الحالات مفيش منه اي مشكله. هل في حاجه تعويضيه للجهاز ده؟ يعني لا 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 الجري بقى، بس انا طبعا مش عايزاها يعني التعويض الجري. انا مش عايزاها يعني نفترض في ناس مش قادره تروح الجيم، في سيدات او بنات ما عندهمش الجيم مثلا مش متوفر، فالتعويض للجهاز ده الحاجه التعويضيه المشي طبعا. مشي في تراك في الشارع بمسافه معينه من المشي يعني. كابتن هدى، امنياتك وطموحاتك ايه للمستقبل؟ امنياتي ان مصر كلها تلعب رياضه عشان تطلع كل اللي جواها، تطلع كل الطاقه الكامله جواها، طلعها في الرياضه بجد. كلمه اخيره من خلال شاشه قناه صحتي الكابتن هدى هداية توجهها لمين؟ انا بوجه الكلمه يعني لمدير النادي طبعا وكابتن عادل مدير عام الصاله، لان هو فعلا مظبط الصاله جدا وبيخلي باله من الصاله واحنا بنشكرك يا كابتن هدى وبنتمنى لك التوفيق، وان شاء الله في زيارات قادمه نشوف افضل وافضل يعني. ان شاء الله. شكرا ليك. شكرا. بنشكر الكابتن هدى، ودعوه مننا وبنضم صوتنا لصوت الكابتن هدى. عايزين كل الناس تمارس رياضه، نطلع طاقتنا في الرياضه عشان نحافظ على صحتنا. انتظرونا والفقره القادمه وبرنامج صحتك في لعبتك. بنواصل رسالتنا ونواصل رحلتنا، وهنلتقي باحدى اللاعبات في صاله الجيم بمركز شباب عابدين. نتعرف بيكي. حبيبه اسحاق حسن. حبيبه اسحاق حسن. حبيبه، انت بتدخلي الجيم مع الكابتن هدى علشان تخسي ولا علشان تظبطي جسمك ولا استشفاء؟ بص، هو حضرتك انا كنت في الاول كنت تخينه جدا، كنت حوالي 93 كيلو. 93 كيلو؟ كنت سنك كام؟ انا سني 23 سنه. و93 كيلو؟ كنت جايه عشان طبعا اخس، كان شكلي طبعا كان الديفوهات كلها طالعه، فقلت لازم. 93 كتير قوي يعني، انا شايف ما شاء الله كابتن هدى يعني. فعلا خسيت 25 كيلو، دلوقتي بقيت 68 كيلو في 3 شهور. يعني انت دخلتي الصاله عشان طب ما كانش في مشاكل كده وانت داخله الصاله مثلا في البيت، في قرايبك مثلا بيقول لك انت هتروحي تخسي في صاله، يعني بتمارسي رياضه في صاله؟ لا بالعكس، خاصه وانت كبنت يعني. لا بالعكس، كانوا كلهم بيشجعوني ان انا اخس وان يكون جسمي جميل ورشيق. اول يوم جيتي فيه بقى كابتن هدى المدرب بتاعك قابلتك ازاي يعني؟ قابلتني طبعا بكل ترحاب، وقالت لي ان انت فعلا لازم تخسي، وادتني نظام رجيم، نظام غذائي. انت اقتنعتي بكلامها ان انت فعلا هتخسي؟ اقتنعت فعلا بكلامها، انا اصلا كنت جايه كمان عندي اكتئاب وقلت ان انا لازم اخس، كان شكل جسمي مش عاجبني خالص. بس ففعلا ابتديت معاها وقالت لي على نظام غذائي، وفعلا بنظام الغذائي زائد الرياضه والتدريبات. والتدريبات طبعا خسيت في الشهر حوالي 6 كيلو 7 كيلو. بعد ما خسيتي حسيتي ايه بقى اللي انت استفدتيه بقى من ممارسه الرياضه؟ حسيت طبعا بسعاده، اولا على شكل الجسم ان هو ازاي اتظبط وازاي بقى جسم رشيق وفي مده يعني مش كبيره. استفدتي بقى بالنفس بتاعك؟ استفدت النفس طبعا، وحسيت ان هي كمان خفيفه مش تقيله بقى بقيتها، والنفس كمان بقى تحس ان هو مظبوط كده. طيب اللي ما بيمارسوش بقى رياضه، والبنات اللي ما بيمارسوش رياضه، واللي هم بقى يعني اللي هم مش عندهم سمنه كمان، اللي هم ما عندهمش سمنه وما بيمارسوش رياضه، تقولي لهم ايه من خلال شاشه؟ اقول لهم ان هم لازم يخسوا، لان البنت المفروض تبقى رفيعه، ما ينفعش انها تبقى تخينه ابدا عشان شكلها وعشان لبسها وعشان يعني عشان كل حياه البنت لازم تبقى مظبوطه عن طريق جسمها. ونقول برضو مش عيب ان البنات تمارس رياضه والسيدات يعني.
ايوه طبعا مش عيب خالص، لازم يكون جسمهم كويس جدا عشان حتى عشان اجوازهم كمان عشان ما يتجوزوا يعني، والسيدات عشان جوازهم. ايوه بالظبط. بشكرك جدا يا حبيبه، وبنتمنى لك ان شاء الله التوفيق، ونشوفك بقى يعني ايه بعد ما خسيتي كده تكوني تمارسي بقى لعبه تحت اشراف الكابتن هدى، وتكوني احدى بطلات مصر يعني. ايوه طبعا باذن الله. شكرا. بنشكركم، وبنلتقي بالفقره القادمه. طب تتفضل يا كابتن هدى. ومعانا الكابتن هدى برضه هنشوف احد اللاعبات او احد الاجهزه. مكملين معاكم في برنامج صحتك في لعبتك، وبنواصل رسالتنا ونواصل رحلتنا من اجل تقديم رساله جديده خالص، الصحه والرياضه. خليكم معانا. بنلتقي باحدى اللاعبات في الجيم. نتعرف بيكي. أنا دينا. دينا عندك كام سنه؟ عندي 21. طالبه ولا خلصت دراسه؟ أنا خلاص بكالوريوس. بكالوريوس ايه؟ بكالوريوس خدمة اجتماعية. بكالوريوس خدمه اجتماعيه. دينا انت يعني كنت حريصه على ممارسه الرياضه من فتره كبيره، ولا عشان مثلا عمليه تخسيس او ضبط او أظبط جسمي يعني. امتى بقى وانت بتمارسي؟ أنا بقالي شهر بس. شهر. مين يعني اللي اوحى ليكي بفكره انك تمارسي رياضه؟ مين اللي أوحى إن أنا أنزل رياضة؟ لا أنا قررت لازم ألعب عشان تنزلي جسمك، والحفاظ برضو على الجسم. حافظ على الصحة كمان، تحس إن أنت تقيل. يعني القرار ده خدتيه من نفسك بعد تفكير، ولا في حد اثر عليكي؟ حد برضو أكيد أثر عليا. البيت مثلا؟ لا يعني. طيب بالنسبه ما حد اثر عليك انك تمارسي رياضه وانت اقريتي بكده، كنت شايفه ان انت وانت خارجه مثلا تمارسي رياضه، حد هيقول لك انت ايه الرياضه اللي انت هتمارسيها ديت، انت فاضيه انت؟ لا في ناس كتير حفزوني الموضوع ده. في ناس كتير حفزوني ان انا لازم انزل عشان بعد كده احافظ على صحتي كمان. بس قررت ان انا اجي. ما لقيتيش حد مثلا في الشارع بيقول لك والنبي انت يعني بالبلدي كده انت فاضيه ما وراكيش حاجه، انت ايه الرياضه اللي هتمارسيها ولا ايه؟ في ناس قالوا لي كده بس انا ما سمعتش كلام حد. حديتي الكلام ده؟ ده عشان نفسك؟ عشان انا. طب يعني نقول الكلام ده بقى للمشاهدات اللي بيسمعونا، تقولي لهم ايه الصعوبات اللي واجهتك وانت كان قرارك ايه بارادتك يعني انا قراري ان انا انزل، والصعوبات ما يعني في ناس كتير او انت فاضيه انت وراكي شغل انت شايفين ان هي بنت بقى، فالمساله بالنسبه لها ده هتمارس رياضه شويه ومش لسه شويه كده يعني. وانا في شغلي كمان مش فاضيه، برضه شغاله في نقابه الاجتماعيين، برضه باجي وقت متاخر، فانا ان انا انزل واجي واروح بس انا قررت لازم. استفدتي ايه من الشهر بقى اللي انت بداتيه في الرياضه لغايه دلوقتي؟ الله يبارك لها يعني. نلعب ايروبكس كتير، والتمارين تمارين بطن وتمارين ضغط اول شيء الكابتن هدايه قالته لك اول ما جيتي؟ انت عماله في مدح بقى، يعني احنا بنخلي الكابتن هدى بعيد بقى عشان ولا انت عمالين نجامل في الكابتن هدى؟ انت عماله تجاملي فيها؟ لا والله عشان تاخد بالها منك في التدريب. لا والله لا مش كده. الكابتن هدى انا اعرفها من زمان، حد من المدربين الخضار يعني. فاهم؟ لا قديرات، من المدربات القديرات يعني. الله يبارك لها بصراحه. لا هي كويسه جدا. انت مصره بقى انك تكملي ممارسه الرياضه؟ باذن الله. حتى بعد الجواز هتمارسي رياضه؟ طب ليه بقى؟ كده احافظ على الرياضه كويسه. الرياضه استفدتي ايه بقى؟ استفدتي ايه؟ تحس ان انت مش عايزين دينا نتكلم على ان ضبط الجسم بس، عايزين نتكلم بقى احنا استفدنا ايه من الرياضه. تحس ان انت خفيف كده ومفيش شحوم كده على جسمك، وتعرف تجري، تعرف ان انت كده صحيح. لما تصحي من النوم بتبقي صاحيه فايقه كده وانت رايحه الشغل. ايوه فعلا صح، بتيجي فايق، وبعد كده مثلا بتاخد مثلا كده وبعدين ننزل شويه، بتديك الاصرار ان انت تنزل وتخرج وتروح وتيجي، ما تبقاش كسلان، نشيط. مش عيب ان البنت تمارس رياضه؟ لا مش عيب. الجهاز اللي انت بتشتغل عليه ده جهاز ايه؟ نعرفه المشاهدين. تقويه الرجل. تقويه الرجل. دينا كلمه اخيره من خلال شاشه قناه صحتي توجهها لمين؟ ايه؟ كلمه اخيره من خلال شاشه قناه صحتي توجهها لمين؟ اوجهها لكل بنت وكل ست قاعده، لا قومي واتحركي وانزلي ومارسي الرياضه. واحنا بنضم صوتنا لصوت دينا، بنقول لكل ست وكل بنت اتحركي ومارسي رياضه عشان صحتك. شكرا، وانتظرونا الفقره القادمه. في كل الملاعب هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته، في الصحة هيقول كلام والرياضة كمان. انتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة وبرنامج صحتك في لعبتك.